هاد اللعبة قديمة سميتها الحرب النووية، كتضحك على رؤساء دول كبار بحال معمر القذافي، ماو تسي تونغ والإمام الخامنئي. ولكن واش بصح كانت غير لعبة ولا كانت رسالة مخبية علينا شي حاجة جاية في الطريق؟ دابا رجعت نفس اللعبة، ولكن هاد المرة ماشي في التيليجو، رجعت في الحقيقة اللي العالم كامل متبعها. إيران ولات قريبة تصوب القنبلة النووية، وهذا الشيء كيخوف إسرائيل حيت ما بغات حتى دولة مسلمة يولي عندها السلاح بحالها. وأمريكا باغا تبقى هي اللي حاكمة السوق، كل برميل ديال البترول خاصو يدوز في الدولار. ولكن إيران كتبيع بلا دولار وكتحط يدها مع روسيا والصين، وهذا الشيء ما كيرضي لا واشنطن ولا تل أبيب. ولكن راه كاين شي حاجة أكثر من هكا، ماشي غير إيران وإسرائيل، كاينين الناس كيخطوا من وراء الستار، شركات السلاح، لوبيات ديال النفط، وحتى البنوك العالمية اللي كتربح من الحروب بطرق كثيرة، كتسلف الدول باش تشري السلاح وفي نفس الوقت كتستثمر في شركات السلاح والمنتجات ديال الحرب. وإلا شي دولة ما بغاش تسلف كتعرض لضغوط سياسية واقتصادية باش توافق على شروط معينة، بحال رفع الدعم على المازوت، السكر، البوطة، الزيادة في سن التقاعد، وشي حوايج غادي نشرحوهم من بعد. اللي كنا كنضحكوا وكنلعبوا به البارح ولا واقع كيطبق قدام عينينا اليوم. الحرب سالات فوق الوراق، ولكن على الارض يلاه بدات. هذه ماشي حرب ديالهم، هذه ولات حربك حتى انت. وإلا ما فهمتيش اللعبة غادي تكون انت هو اول خاسر. مرحبا بك في حكاية مظلمة، الحقيقة كتبان غير في الظلام، واللي جاي مظلم اكثر.